تنحت يا ملهمين، واللي هي كانت عبارة عن صورة اللي كان فيها شيء مرعب حرفيا، واللي ظاهر قدامكم ده. ايه يا ملهمين، عاملين ايه؟ وحشتوني اوي بجد. اتمنى ان انت تكون شفت الحلقه اللي فاتت واللي هي انتحارات لايفات التيك توك، ولو ما شفتهاش يا ملهم منك ليك فانصحك انك تدخل تشوفها الاول قبل ما تبدا معانا سهره النهارده. والاهم من المهم ان انت تحط اللايك الرايق وكومنت حلو، ولو انت جديد معانا ادينا سبسكرايب منك يا ملهم منك ليك، وتنضم لعيلتنا علشان نكبر اكتر واكتر يا ملهمين. ولو انت عندك قصه عايز تشاركها معايا وتقدر تبعتها لي على كل السوشيال ميديا اللي سايبها في البايو بتاع القناه، وبرضه هسيب لك كومنت بيها متثبت تحت. فعشان ما اطولش عليك حضر قهوتك وطفي النور وجمد قلبك، عشان انت الان مع حكاوي الاتنين، وبسم الله نبدأ. في يوم وانا قاعد في اوضتي بسكرول اتفاجئ بصاحبي بعتلي مسج اللي اول ما فتحتها خلتني تنحت يا ملهمين، واللي هي كانت عبارة عن صورة اللي كان فيها شيء مرعب حرفيا، واللي ظاهر قدامكم ده دلوقتي. انا طبعا ما صدقتش يا ملهمين، قلت له انت بتهزر يا ابني، عشان اتفاجئ ان مؤمن صاحبي بيقول لي انه شاف الشيء ده قدام شباك اوضته وواقف قدام بيته بالظبط، خاف يوري الصورة دي لحد من اهله وبعتها لي علشان يتاكد من اللي شافه وانه مش وهم او بيتهيأله. اول ما بصيت في الصوره استغربت قوي، هو مين ده وايه ده اساسا؟ شيء غريب لا يمت للبشر بصله. بعت له وقلت له لو بتهزر يا ابني فمش وقته بالله عليك، بس احلف لي 100 يمين انه ما بيهزرش. الكلام ده كان من يومين او 3، بس صحيت النهارده الصبح على 100 رنه على الموبايل، قلت اكيد في مصيبه. وفعلا لقوا والد مؤمن مشنوق في سقف اوضته وعلى وشه معالم فزع ورعب. قابلت مؤمن في العزا واللي كان عامل زي التايه، وبجد كان شكله غريب قوي يا ملهمين، باصص في الارض ودماغه في حته تانيه خالص. كنت بحاول اهديه بس لقيته بيقول وهو باصص لسه في الارض اكيد هو اللي عمل كده، اكيد هو اللي قتله، اكيد هو اللي موته. قلبي اتقبض لما سمعت كلامه وافتكرت الصورة اللي بعتها لي. عماد صاحبنا كان قاعد جنبي، ولما سمع كلام مؤمن بصلي بصة دهشة، فاضطريت احكي له الموضوع. ظهر على وشه علامة سخرية وقال لي دي تخاريف يا اسطى، مفيش حاجة من كده، والد مؤمن هو اللي انتحر وهو بيتهيأ له مش اكتر. اكيد ده بسبب الصدمة يعني. كنت اتمنى اصدق كلام عماد، بس بعد الموضوع ده مؤمن بقى يقول انه بقى يشوفه كتير وبيظهر له دايما تحت بيته بنفس هيئته المرعبة. بس كمان اللي حسيته ان مؤمن ما بقاش طبيعي زي الاول خالص. ما كنتش عارف اقول له ايه ولا اساعده ازاي، لحد ما في يوم لقيت مؤمن بيردن عليا. الساعة كانت 1:30 بالليل. ايوه يا مؤمن انت كويس؟ سمعت صوته وهو بينهج وكأنه بيجري بسرعة غريبة ولا كأنه داخل سباق، علشان يقول لي في ساعتها انا بجري وراه، انا مش هسيبه، لازم اعرف هو ايه ده او مين الشخص ده حتى وليه بيعمل معايا كده. بس هو سريع قوي، رجله مش على الارض حرفيا، كأنه بيطوف فوقها. ولقيته بعدها بعت لي فيديو مهزوز، بس الغريب ان انا مش شايف حد في الفيديو غير مؤمن وهو ماسك التليفون وبيجري بيه، لكن محدش قدامه. لما بقول له هو فين يا ابني اللي بتجري وراه، قال لي ده دخل جوه الحيطه واختفى. انا مش عارف هو راح فين، اكنه بخر بالظبط. ده مستحيل يكون بني ادم، ده اكيد جن او حتى شيطان. بس هو برضه فضل يدور عليه بس كأنه فصه ملح وداب تماما. اقنعت مؤمن انه يروح البيت لحد ما نفكر هنعمل ايه، وفعلا سمع كلامي واتجه ناحية بيته. بس سمعت صوته فجأة وهو بيقول هو ايه ده؟ مؤمن في ايه يا ابني؟ ما تقلقنيش، ده انا شفته خارج من البيت دلوقتي. لا يا رب، لا استر يا رب. وسمعت الصوت خطواته وهو بيجري قبل ما اسمع صوت صرخة مؤمن، صرخة ألم. مؤمن والدته توفت، لقوها مذبوحة وسلاح الجريمة غير موجود. صعب عليا قوي، صعب عليا جدا. ما بقاش ليه غير اخوه الصغير الرضيع اللي دايما بيعيط وهو باصص ناحيته، اكنه شايف حاجة احنا مش شايفينها. ساعتها اضطرينا نروح للشيوخ ودجالين وكل اللي ممكن يجي في بالك، اي حد يعرفنا ده عبارة عن ايه وازاي نتخلص منه.
بس محدش فادنا بحاجة. بنلاقي إجابة معرفش، يا إما نصب في نصب. أخو مؤمن الصغير توفى بعد منها بأيام، لقاه قاطع نفس ووشه أزرق تماما، ومؤمن كان منهار ساعتها، عمال يبص حواليه برعب زي المجانين بالظبط. وأنا واقف مشلول قدامه، ولا عارف ولا قادر أعمل له حاجة. كان عمال يترعش وياكل في ضوافره وهو بيقول خلص عليهم كلهم، مش فاضي غيري أنا بس، مش هيسيبني، أكيد مش هيسيبني أنا كمان. ومؤمن أدرك ساعتها إن هو خلاص الدور عليه ومفيش حل تاني، وإن الشيء ده مش هيسيبه. وقتها أنا قعدت أهديه وحاولت أقنعه إن هو يبات عندي، وبعد زن كتير مني فعلا وافق إن هو يبات عندي اليوم ده علشان اليوم يعدي. ولكن أصحى اليوم ده على رنة موبايل علشان أبص عليه وأتفاجئ بإن اللي بيتصل بيا هو مؤمن. إزاي ده كان بايت عندي، كان نايم على السرير اللي هناك ده، هو راح فين يا ساتر يا رب؟ علشان أرد عليه وأسمعه وهو بيقول، كان صوته بيترعش وهو خايف. معتز أنا خايف، النور قاطع والكيان الغريب ده واقف تحت البيت عمال يبص ناحية البيت، ناحية الشباك اوضتي بالأخص. وأنا بقول له اهدى يا مؤمن، اهدى ما تخافش خالص. علشان يكمل كلامه وهو بيقول الحقني يا معتز، ده بيقرب ناحية الباب، لا ده دخل يا معتز أنا مرعوب. وبدأ يعيط علشان في ساعتها الخط يقطع. ساعتها ما فكرتش ولبست ونزلت جري ناحية بيت مؤمن، وأنا بنهج والخوف مسيطر عليا وعلى أعصابي. بس أنا خلاص وصلت قدام باب بيت مؤمن، مش عارف الخطوة الجاية هيكون فيها إيه، يا إني ألحق مؤمن يا أنا كمان يتخلص عليا. أول ما وصلت حاولت أتصل بيه بس موبايله كان مغلق. فكرت لثواني قبل ما أقرب من البيت، لسه أخبط لقيت الباب شبه مقارب، زقيته بالراحة عشان ألاقي البيت كله غرقان بالضلمة. حطيت رجلي في البيت وأنا بنادي على مؤمن وأنا بقول يا مؤمن انت يا ابني انت فين؟ بس كان في هدوء منقطع النظير. هو ايه اللي حصل هنا؟ شغلت كشاف الموبايل ووجهته قدامي، وانا حرفيا الرعب متملك مني وقايل الشهادتين قبل ما خطي خطوة جوه البيت الملعون ده. مفيش أي إشارة لوجود حد، الصالة كانت فاضية تماما. قربت أكتر بس لمحت حركة ناحية الجنب الشمال عشان أودي الكشاف بتاع الموبايل ناحيته، لقيت ظل شبه اختفى راحت الطرقة المودية لأوضة مؤمن. ناديت بس ما سمعتش رد عشان أبلع ريقي، وجمعت شجاعتي ومشيت في الطرقة بتاعة الأوضة وأنا حرفيا مرعوب، وقلبي كان هيتخلع من مكانه. وطول ما أنا ماشي عمال أقول سلام قول من رب الرحيم. وكان الخوف سيطر عليا تماما في ساعتها يا ملهمين، بس كان لازم أدخل أشوف مؤمن حصل له إيه. عديت الأوضة الأولى والتانية وسمعت صوت تهزيق الباب ورايا، فلفيت بسرعة لقيت باب الأوضة بيتهز من الهوا غالبا عشان أبص قدامي مرة تانية، وكملت طريقي. بس في لحظة حسيت بحركة ورايا، لفيت بسرعة وبص بالكشاف يمين وشمال ولمحت وش الكيان الغريب وأداة حادة مرفوعة نفس اللي كان في الصورة بالظبط، بينزل بيها عليا. بحت بسرعة يا ملهمين عشان أبعد بسرعة قبل ما تعدي جنب كتفي بالظبط وتخبط في الحيطة. جريت من قدامه وانا مش شايف قدامي حرفيا، المكان كله عتمة، عمال اتخبط كل شوية في حاجة، قلبي بينبض بسرعة شديدة، وسامع صوت الحاجة اللي كان ماسكها في ايده وهو بيطوح بيها وبيحاول يضربني. بس لقيتني فجأة وصلت الحيطة سد، مش عارف باب الشقة منين وهو صوت حركته ورايا بالظبط. مش هلحق اجري، لفيت مرة تانية عشان الاقيه في وشي، وكان رافع حاجة عاملة زي السكينة بس اطول بكتير وبيطوح فيها قدامي واكنه بيهتني بيها، وانا حرفيا الرعب متملك مني وخلاص. رجعت لورا خطوتين، خبطت في الحيطة مرة تانية، فضلت أحاول أتفادى الضرب منه أكتر من مرة. أنا بعيط ومدرك إن دي خلاص نهايتي، بس بحاول أعيش لحد ما رفع السكينة ولسه ينزل بيها عليا. لقيتني برفع إيدي وبمسكها، ومسكت إيده، الموبايل وقع على الأرض بس الكشاف كان على وشه وسلط الضوء لفوق على وشنا احنا الاتنين عشان يزيد وشه رعب أضعاف مضاعف. فضلت بقاوم وأنا مش مصدق إني ماسك إيده
وهو بيحاول ينزل بإيده عليا، بس ما بقتش مستحمل خلاص، جسمي كان بيترعش والخوف كان سيطر عليا. لقيتني زقيته لورا بإيدي وبضربه برجلي عشان يرجع خطوتين لورا، وبعدها يجري ناحيتي وهو متحفز لضربة أخيرة قاضية ويخلص بيها عليا. ساعتها أخدت خطوة يمين بسرعة، حطيت رجلي تحته علشان يتكعبل ويقع على وشه، والسكينة دي طاع من إيده. وساعتها جريت عليه وهو واقع، وعشان أكتفه وأنا فوق منه وماسك الموبايل لفيت جسمه عشان يبقى وشه تحت بالظبط، وبدأت أضرب في وشه بإيدي اللي بتترعش مرة واتنين وتلاتة. والصدمة بتظهر عليا كل ما اضرب فيه، لاني اكتشف حاجة مرعبة يا ملهمين، وهي اني بضرب في قناع. شلت القناع علشان صدم اني مش مصدق اللي انا شايفه بعيني ده. ازاي مؤمن؟ كان هو بس ازاي وليه؟ لقيته بيبص نفس نظرة المجانين بالظبط اللي كان بيبصها لي، وبص لي بصة كلها كره. وانا بقوله بس ليه؟ انت ليه تعمل كده فيهم؟ هم عملوا لك ايه؟ ازاي؟ طيب انا مش فاهم حاجة. ازاي؟ وقتها انا ما بقتش مستوعب حاجة. ليه اللي بيحصل ده؟ وهو ازاي يعمل حاجة زي كده؟ علشان اكمل كلامي وانا بقول انت مستحيل تكون بني ادم، انت اكيد شيطان، انت مريض. علشان يبص لي وهو بيقول ده انت بجح بجاحة، انت فاكر انكم هتقدروا تخدعوني؟ فاكرني بالسذاجة دي؟ انتوا شوية محتالين. انت فاكرني مصدق ان ده كان ابويا، ولا دي كانت امي، ولا ده حتى كان اخويا الصغير؟ ما كنتش فاهم هو يقصد ايه. انت قصدك ايه يا مؤمن؟ انت قصدك ايه من كل ده؟ تمثيلية عملتها عليك علشان استدرجك. كل الفيديوهات والصور اللي بعتها لك كانت كلها مفبركة، مفيش حاجة منهم كانت حقيقية. أنا خلصت عليهم واحد واحد واستدركتك أنت كمان. المفروض أصدق إنك معتز أعز صاحب ليا؟ ها؟ لقيته بيرفع إيدي ناحية وشي كأنه بيحاول يشيل قناع أنا لابسه. هما فين؟ انتوا مخبيينهم فين؟ أنا قتلتهم وهقتلك أنت كمان. ما كنتش فاهم حاجة من اللي بيقولها أو اللي حصل أو اللي بيحصل ده، بس اللي فهمه إن مؤمن مش طبيعي، كلامه كله مش طبيعي، ونظرته نظرة غريبة قوي، نظرته شخص مختل. وفعلا كتفته وقدرت عليه علشان اديله بالدماغ ويغمى عليه في ساعتها، علشان ربطه في وقتها. وفعلا كلمت مستشفى الأمراض العقلية، جت خدته علشان يطلع ظن في محله. مؤمن أصيب بمتلازمة اسمها كابراكس تقريبا، وده مرض نفسي بيخلي الشخص يتوهم إن الناس اللي حواليه مش أهله ولا أصحابه، دول مجرد أشخاص محتالين، أو أكن حد مسلطهم عليه أو بيطردوه كده أو بيحاول يأذوه، مصحوب بأوهام وتهيؤات ناتجة عن انفصام وكلام كده أنا مش فاهمه. وطبعا حدوث أي شيء في زماننا ده ما خلاش عنده ذرة شك في إنه ممكن يكون مريض بمرض ما. كانوا بيشدوه وهو عمال يبصلي بصة كره وبيصرخ فيا. قلبي وجعني على مؤمن جدا، وفي نفس الوقت كنت خايف منه عشان أروح في يوم لمؤمن في المستشفى صعبان عليا بطريقة مش قادر أوصفها. كان عمال يبص يمين وشمال بياكل في ضوافره وهو بيترعش. وقفت قدامه شاور لي أقرب منه علشان أقرب منه وأنا قلقان، ولاقيه همس في ودني وهو بيقول أنت فاكر إن دول ممرضين ودكاترة؟ تبقى فاهم غلط، كلهم محتالين وأنا هقتلهم كلهم. وبلع ريقه قبل ما يكمل ويقول لي وهقتلك أنت كمان.